الاهلي يفوز على الاسماعيلي بنتيجه 2-0 ويصعد للنقطه 30، بس في الدوري الرابع بفرق نقطه على الزمالك. يعني الزمالك فرق عنك نقطه وبيراميدز فرق عنك نقطه. سيراميكا 35 فرق عنك 5 نقط. هو ده ترتيب الدوري. الدوري سخن، يعني زي ما بيقول لك الملعب ولع، لا القمه ولعت. هتقول لي ما الزمالك بقت التاني وبيراميدز التالت، هقول لك يا اخويا الفاضل، يا ايها الاهلاوي العزيز، ده فرق نقطه. ولسه احنا لسه فاضل 11 ماتش على الدوري. لسه بدري والله. سيبك من الاحتفالات اللي هم بيحتفلوها كانهم خدوا بطوله افريقيا، ده لسه ده كل ده يا عيني حرمان. والله حرمان. النهارده فازوا ازاي؟ بجول جول ناصر ماسي. ناصر المنسي، والله العظيم الواد ده امه ده عياله ما اعرفش إيه. بس حلو. بجول ناصر منسي. وبرضك في شويه لعب كده كله بيتكلم عليه. بيراميدز فاز ازاي؟ بناصر ماهر نط في قلب ضربه الجزاء اللي نفس كره حسين الشحات وما اتحسبتش، واتحسبت. بس هقول لك لا تعليق على التحكيم بتاعنا. انا ما بحبش اعلق عليهم، غلطوا بقى ما غلطوش، كله بيغلط كله بيستفاد، وكل عشان ما نقعدش بس نخرف في القصه دي. بن عمري، لا خلينا بلاش بن عمري دلوقتي، خلينا في بن رمضان. عودا حميدا يا ابن رمضان، اخيرا جبت جون. عاوزين بقى نشوفك بقى، يعني نقول لك والله والله بعودة يا رمضان، احنا لسه ما دخلناش على رمضان، بس انت جبت لنا رمضان بدري. فهو ده ابن رمضان اللي احنا نعرفه. الجون الثاني كان ياسين مرعي باسيست من ولا اروع ولا اجمل من بن شرقي، اللي هو لعب في مكانه. اللي اخيرا يستروب لعبه في مكانه، في الجنب الشمال. ده جنبه، ده مكانه، بيبدع فيه بيرسم فيه. ده بن شرقي. هتقول لي تريزيجيه، هقول لك تريزيجيه مصاب، لما يرجع ان شاء الله بالاصابه وان شاء الله يرجع بسرعه، يبقى الاثنين يبدلوا مع بعض. ده يمسك ده يلعب شويه، ده يلعب شويه، هما الاثنين يبدلوا مع بعض. بس ده مكانه. ما تلعبوش في مكان مش مكانه. لعبته اي لعيب هتلعبه في مكان مش مكانه مش هيأدي. يعني كوكا ده مش مكانه برضه اللي انت بتلعبه فيه. فده مكان بن شرقي. فيا ريت ما تخليش بن شرقي يمشي من المكان ده. ديانج، والله العظيم لعيب دبابه فعلا زي ما احنا قلنا عليه. بس خلاص الاهلي اللي احنا عرفناه النهارده ان الاهلي خلاص قدم له الشغل بعد ما خلاص عرض عليه التجديد، قال لك لا انا عاوز هو وكيله قال لك انا عاوز احترف. وكان جاي له عرض للزمالك وكان جاي عرضه من بيراميدز، بس هو رفض، قال لك انا مش هلعب في مصر غير الاهلي. ده كلام حقيقي مش كلام دعايه زي الكلام الدعايه اللي بيتقال. مبروك يا ديانج لو هتطلع فينيسيا، احنا كلنا وراك، احنا الجماهير الاهلي بتحبك جدا، كان نفسنا ما تسيبش الاهلي اصلا. ده بالنسبه لديانج. بن عامر النهارده اول لمساته النهارده، وكلنا النهارده اشدنا بلمساته. واي حاجه اتقالت عن ان هو يستروب مش مقتنع بيه، والكلام ده كله برضه في الهوا. انا بقالي كام يوم ما بعملش فيديوهات، بس اقول لك الكلام ده كله في الهوا، انا متابع الدنيا. بن عمرو النهارده هقول لك لمساته 60%، مش هقول لك